السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. لو أول مرة تشوفي القناة، أنا منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل السمك البلطي، وهقولك على أسرار السمك وأنواع السمك كلها اللي تطلع معاكي كريسبي. معايا السمك بالشكل ده، بتنضفيه أهم حاجة زي ما انتي شايفة. بعد ما غسلتيه وبتنزلي الزفرة اللي فيه كلها، بتبدأي ان انتي تنقعيه في شوية مية وعليهم دقيق وعليهم ليمون. بلاش خل عشان الخل بيهري اللحم بتاع السمك. وهتشيلي طبعا القشر بتاعه، هتشيلي الزعانف وكل الحاجات دي. وانا هنا بعد ما غسلته طبعا صفيته في المصفى زي ما انت شايفة كده، وسبته لمدة ساعة كده لغاية ما نزل ميته كلها. وبعدها جبت مناديل مطبخ عشان اتخلص من اي دم ولا اي حاجة جوه السمكية، عشان دي سر من اسرار ان السمك يبقى معاكي كريسبي، ان ما يبقاش فيه اي مية ومتصفي من كل ميته ويبقى ناشف، عشان لما تيجي تتبليه ياخد بس يشرب التتبيلة، ويادوبك هتحطيه في الدقيق ما يبقاش فيه اي مية. ده معايا هنا توم، دي راس توم صغيرة مفرومة، وده فلفل احمر. انا بجيبه كل سنة وبفرمه في الكبة وبحط عليه شوية ملح وبعبيه في بطرمانات واحطه في الفريزر. كل ما بحتاج في التتبيلة او في اي حاجة، في خلطة بتنجان مخلل او في اي حاجة، باخد منه زي كده وبرجعه تاني. وده معايا ملح وكزبرة معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة كمون، ودي معلقة بابريكا، وده كركم، ودي شطة. الكركم والبابريكا دي اختياري، انتي حابة تحطي حطي، مش حباهم ممكن تستغني عنهم. هقولك بعدين انا حطيت الكركم والبابريكا ليه. وده عصير ليمون، ودي معلقة كبيرة زيت عشان دي اللي هتطعم السمك مع التتبيلة. معلقة كبيرة واحدة بس. انا حطيتها على التوم وحطيت التوابل. الليمون انا مش هحطه على التوابل عشان خاطر ايه ما يبقاش صيصة وما تبقاش، انا حابة تبقى ناشفة. هضيف كده الليمون على السمك، وهدخل الليمون كده في السمك من جوه ومن بره، وفي الفتحات اللي انا عملتها بالسكينة زي ما انت شايفاها كده. الفتحات دي انا عملتها عند الصدر بتاع السمكة عشان خاطر يطعم من جوه ويبقى شارب من التتبيلة عشان ما يبقاش دلع من جوه. هخلص بقى الكمية كلها، وبعد كده هنتبل السمك بالتتبيلة اللي احنا حطيناها، الثوم والتوابل. هقولك يا ستي بقى انا حطيت الكركم ليه والبابريكا. البابريكا عشان خاطر تدي لون احمر مع الفلفل الاحمر، بتدي لون وبتدي طعم. اما الكركم انا حطيته عشان خاطر يعلي القيمة الغذائية بتاعت اي اكل بحطه فيه. وعامة الكركم لا ليه طعم ولا البابريكا ليها طعم، فانا بحطهم بس لمجرد التتبيلة، وفي نفس الوقت عشان خاطر يعلي القيمة الغذائية بتاعت الاكل. فانتي حابة تستغني عنه براحتك عادي، مش هتفرق يعني. هو اهم حاجة في تتبيلة السمك الكمون والكزبرة والثوم طبعا. خدي بالك بس وانتي بتتبلي السمك ان انتي تدخلي التتبيلة في الفتحات كده كلها، عشان خاطر السمك يبقى كله واخد من التتبيلة وشارب منها كويس. وهتدخليها كده في الراس، وهتدخليها في الصدر من جوه ومن بره، عشان خاطر السمكة تبقى شاربة من التتبيلة كلها. هخلص بقى الكمية كلها، بعد كده هغطيها احطها في التلاجة واسيبها لمدة ساعتين 3 كده عشان تاخد من التتبيلة وتطعم منها. وما تستعجليش ان انتي تتبليها وبعد كده تروحي تقلي، لا، ما انتي كده ما استفدتيش حاجة. السمك مش هيشرب من التتبيلة، فانتي سيبيها على الاقل حتى ساعتين، يعني من ساعتين ل3 ساعات. وده الدقيق اللي هتعفري فيه السمك. انتي طبعا بتحطي عليه توابل من التوابل بتاعت السمك عشان خاطر يبقى السمك متطعم من بره ومن جوه. هتعفريه زي ما انت شايفة بالشكل ده كده في الدقيق. طبعا انا ايد بتعمل في الدقيق، والايد التانية اللي بتاخد السمك عشان مبلولة. طبعا انا شلت التوم هنا والتتبيلة كلها عشان خاطر ما يبقاش فيه كتير ويتحرق الزيت مني. هنا انا سخنت الزيت، ودي الشرايح الليمون اللي انا كنت عصراها طبعا مع السمك، بحطها كده مع الزيت تاخد بس تشويحة عشان خاطر تخلي الزيت ما يبقاش فيه ريحة وحشة. السمك بقى عشان خاطر يطلع معاكي مقرمش، هتنزليه كده في زيت سخن مجرد بس دقيقة، وبعد كده هتوطي عشان خاطر ما يتحرقش، وفي نفس الوقت عشان خاطر ياخد طبقة كريسبي.
وده سر برضو من اسرار السمك انه يطلع معاكي مقرمش وكريسبي، ان انتي تخلي النار عالية في اول ما بتنزلي السمك، مش عالية اللي هي يعني لدرجة الزيت يتحرق، لا يعني متوسطة. وبعد ما اخد حرارة الزيت هتبدأي ان انتي توطي عشان خاطر طبعا ما يبقاش ني من جوه ويستوي، وتسيبيها ياخد لون دهبي بالشكل ده. بعد كده بقى تخرجيه وتصفيه من الزيت خالص وتخرجيه على مناديل المطبخ. خدي بالك بس لما تطلعي على مناديل المطبخ ما تسيبوش كتير عشان خاطر هيطرى معاكي، فانتي تطلعيه على ورق فويل يا اما تطلعيه على المناديل مجرد بس يصفي الزيت كله، بعد كده تحطيه في طبق التقديم. هتتخلصي بقى بالمصفى كده من اي توم ولا اي حاجة عشان ما يحرقش الزيت. انا طبعا مرضتش اطول عليك الفيديو، خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة بالشكل ده. طعمه جميل والله ومقرمش. جربي الطريقة وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. وده انا عملت جنبيه رز بصل، لو عاوزة طريقته اكتبيلي وانا هنزلها لك في فيديو. ودي سلطة اللي مخليها اللون ده ان انا حطيت بنجر. لو عجبك بقى السمك وجربتيه ما تنسينيش بتفعيل الجرس واكتبيلي في الكومنتات ان انتي عملتيه، واستنيني فيديوهات جديدة في تفريزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين.